فيلمنا بيبدأ مع جون واللي بيصحى من نومه وما بيكونش قادر يحرك جسمه ولا عارف هو فين، وبعد محاولات كتير بيقدر انه يتحرك اخيرا، ولكنه بينصدم لما بيلاقي نفسه في وسط حفرة كبيرة مع أعداد ضخمة من الجثث، وبيلاقي في جيبه مفاتيح ولاعة وما بيكونش عارف دول بتوع مين ولا فاكر أي حاجة. وبيحاول بعدها جون يطلع من الحفرة اللي هو فيها وبيلاقي مسدس تحت رجله، فبيقرر إنه يحتفظ بيه. وفي اللحظة دي بيشوف شخص بيبص عليه من فوق وبيحاول إنه ينادي عليه، ولكن فجأة الشخص ده بيسيبه وبيمشي، وبعدها بيرجع له الشخص ده من تاني وبيرمي له حبل علشان يساعده يخرجه من الحفرة. فبيمسك جون الحبل وهو مرعوب وبيخرج من الحفرة بأقصى سرعته، ولكنه بيتفاجئ بإن الشخص اللي خرجه مش موجود واختفى. وبيقعد بعدها جون وهو بيدور حواليه على أي شخص يساعده أو يفهمه إيه اللي بيحصل، وبيكون خايف جدا من المكان اللي هو فيه، وبيفضل ينادي على الشخص اللي ساعده وخرجه من الحفرة ولكن محدش بيرد. فبيقرر وقتها جون انه يتمشى في المكان واللي بيكون عبارة عن غابة معزولة، وده على امل انه يلاقي اي حد يساعده. وفي الوقت ده بيشوف جون بيته وبيدخله، وهناك بيلاقي مجموعة من الناس واللي بيهددهم بالمسدس اللي معاه، وده لأنه بيكون فاكر إن هما اللي عملوا فيه كده ورموه في الحفرة. وبينصدم لما بيلاقي شخص وسطهم واقع على الأرض وبيكون فاكر إنهم قتلوه، ولكن بيبدأ الشخص ده في إنه يتألم ويصرخ بصوت عالي، فبيجروا كلهم عليه وبيحاولوا يساعدوه وبيشربوه مية وبيفضلوا جنبه لحد ما بيهدى وبيفوق. وبيقعد بعدها جون يتكلم معاهم وبيعرف منهم انهم صحيوا زيه ولقوا نفسهم في البيت ده، وانهم مش فاكرين اي حاجه عن حياتهم قبل كده، وما بيكونش معاهم غير بطاقاتهم الشخصيه اللي قدروا من خلالها بس انهم يعرفوا اسمائهم. وبيحاول جون وقتها انه يتكلم مع براون واللي بتكون البنت اللي ساعدته في الخروج من الحفره، ولكنها ما بتكونش فاهمه اي حاجه من اللي هو بيقولها بسبب انها ما بتتكلمش انجليزي. وبتحاول براون وقتها انها تتواصل معاهم بلغتها الام، ولكنها هما كمان ما بيكونوش فاهمينها. وبيقول لوكاس لجون انهم كلهم فاقوا ولقوا نفسهم مرمين في الحفره اللي مليانه بالجثث زيه بالظبط، ولكنهم لقوا براون في البيت قبلهم كلهم. وبيطلب لوكاس وقتها من كل الموجودين انهم يفتشوا البيت على امل انهم يلاقوا اي حاجه تساعدهم، وفعلا بيبدا كل الموجودين انهم يفتشوا البيت لحد ما بيلاقوا مخزن مليان بكميات كبيره من الاكل وتقويم متعلم عليه على يوم 18 ابريل، وبيكونوا هما في يوم 16 من نفس الشهر. فبيشك وقتها جون في ان براون عارفه ايه اللي هيحصل في اليوم ده، وبينادي عليها وبيحاول يعرف منها اي حاجه، ولكنها للاسف ما بتكونش فاهمه زيهم. وبينادلهم بعدها مايكل وبيعرفهم انه لقى دولاب مليان بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فبيقترح عليهم لوكاس انهم يستخدموها في حماية البيت ونفسهم، وده لانه شاكك ان في حاجة خطيرة هتحصل يوم 18 ابريل. وفي الوقت ده بتسيب براون البيت وبتخرج ناحية الغابة، فبيقرر ساعتها لوكاس وجون وشارون انهم يروحوا وراها، وبيطلبوا من الباقي انهم يفضلوا في مكانهم علشان يحموا البيت. وفي أثناء طريقهم في الغابة بيلاقوا 2 مقتولين ومربوطين بأسلاك شائكة ومتعلقين في شجرة، فبتترعب وقتها شارون جدا وبتطلب منهم إنهم يرجعوا من تاني للبيت، ولكن لوكاس بيكون مصمم إنه يلاقي براون، وده لأنه شاكك إنها وراها لغز. وبيفضلوا التلاتة وهما بيدوروا في كل مكان في الغابة لحد ما بيلاقوا جوا كوخ صغير ست عجوزة متكتفة وبراون معاها وهي بتأكلها. وبمجرد ما بتشوف الست العجوزة دي جون بتنهار وبتفضل تصرخ بصوت عالي وبتحاول إنها تهجم عليه، ولكن جون بيضربها بظهر السلاح على دماغها فبتقع على الأرض وبيغمى عليها. وبيشوف وقتها لوكاس كاميرا مراقبة جوا الكوخ وبيعرف وقتها إنهم متراقبين، وبيستنتج إن غرفة المراقبة موجودة في نفس البيت اللي هما فيه. وفي نفس الوقت ده بيكتشف نيسان في البيت مكتبة كبيرة مليانة بالكتب الطبية القديمة، وبتكون كلها مكتوبة باللغة اللاتينية والفرنسية والإيطالية، وبينصدم وقتها لما بيلاقي نفسه بيعرف يقرأ اللغات دي بسهولة. ولما بيرجع جون ولوكاس وشارون للبيت بيقعد يتكلم معاهم باللاتيني، وبيكتشف جون وقتها هو كمان إنه فاهم اللاتينية، وده اللي بيخلي لوكاس يشك فيه أكتر. وفي تاني يوم الصبح بيقرروا كلهم إنهم يخرجوا يكملوا بحث في الغابة على أمل إنهم يلاقوا أي حاجة تساعدهم، وبيسيبوا مايكل وبراون في البيت لحمايته. ولكن بعدها بيسمع مايكل صوت حد بيستغيث قريب من البيت، وبسرعة بيدخل براون للبيت وبيقفل عليها وبيروح في اتجاه الصوت. وبيشوف وقتها مايكل واحد متكتف بالأسلاك الشائكة وبيكون بيتوجع من الألم، وبيطلب من مايكل إنه يساعده. فبيقرب منه مايكل وبيحاول إنه يساعده، لكن فجأة بيلف راجل حوالين رقبته سلك شائك وبيحاول إنه يخنقه بيه لحد ما بيطعنه بعدها في رقبته وبيقتله. وفي نفس الوقت ده بنشوف لوكاس وجون واللي معاهم وهما بيتمشوا في الغابة وبيلاقوا عربية مخفية تحت أغصان الشجر، فبيفرحوا جدا وبيحاولوا إنهم يشغلوها علشان يهربوا بيها من المكان، وبينجحوا فعلا في تشغيل العربية، ولكنها للأسف بيكون فيها كمية قليلة جدا من البنزين اللي مش هتكفي علشان تخرجوا من المكان اللي هما فيه.
وبيلاحظ وقتها لوكاس في واحدة من العربيات صورة بيكونوا كلهم متجمعين فيها واللي بيكونوا بيقضوا أوقات سعيدة سوا، ما عدا جون اللي ما كانش معاهم في المجموعة، وده اللي بيزود شكوك لوكاس في جون اللي بيحاول يبرر لهم وبيقول لهم إنه أكيد كان المصور. وبتيجي بعدها براون وبتاخدهم وبتوريهم اللي حصل في مايكل، وبتحاول شارون وجون انهم ينقذوه، لكنه للاسف بيكون نزف كتير وبيموت في ايديهم. فبيتعصب وقتها جون وبيقتل الراجل اللي مربوط في الاسلاك، علشان في نفس اللحظه دي بيبدا انه يفتكر شويه ذكريات مشوشه عن الماضي. وبسبب اللي حصل بيقرر جون وشارون انهم ياخدوا واحده من العربيات اللي لقوها وبيبداوا يدوروا فيها في الغابه على اي دليل او اي حد يساعدهم في الهروب. وبعد بحث طويل بيلاقوا مبنى مهجور في وسط الغابة واللي مكتوب على أسواره رقم 18، وبيلاحظوا الاتنين إن في طفل موجود جوه المبنى، وبيبدأوا إنهم ينادوا عليه علشان يحاولوا يساعدوه، ولكن بيرد عليهم الطفل واللي بيظهر إنه عارف جون، وبيطلب منه إنهم يبعدوا قبل بكرة، وده لأن فيه هجوم هيحصل بكرة. وبيستخبى بعدها الطفل جوه الأوضة في المبنى ومش بيرضى إنه يخرج، وبيستغرب وقتها جون وما بيكونش عارف إزاي الطفل عارفه، وبيحاول إنه يتكلم معاه ويسأله عن اللي بيحصل، ولكن الطفل بيتجاهله تماما ومش بيرد عليه. وفي نفس الوقت في البيت بنشوف لوكاس واللي بيكون بيعاني من الصداع اللي بيخليه عصبي جدا لدرجة انه هيكون هيأذي براون، ولكن نيسان بيمنعه من ده وبيزقه بعيد عنها. وفجأة بيتعب لوكاس جدا وبيقع على الأرض، وبيضطر وقتها نيسان وبراون انهم ينقلوه بسرعة على الكنبة علشان يرتاح. وبعدها بيروحوا علشان يطمنوا على الست اللي جوه الكوخ، ولكنهم بيلاقوها فكت نفسها وهربت. فبيقرر وقتها نيسان انه يدور عليها في الغابة، وبيطلب من براون انها ترجع للبيت علشان تهتم بلوكاس. وبيفضل نيسان يتمشى في الغابة لحد ما بيلاقي بيت صغير وقدامه نضارة مكسورة، وبمجرد ما بيلبس النضارة بيبدأ إنه يشوف شوية خيالات من ذكرياته اللي حصلت قبل الحادثة. وفي نفس الوقت اللي بترجع براون فيه للبيت وبتلاقي إن لوكاس صاحي وبيكون افتكر كل ذكرياته، وبيسيبها وبينزل قبو البيت، وبيلاقي هناك معمل للتجارب وكمان شاشة مراقبة بتكون متوصلة بعدد كبير من الكاميرات اللي بتكون بتراقب أقفاص حديد. وبنعرف إن الأقفاص دي هي اللي موجودة في البيت اللي واقف قدامه نيسان، وبنشوف نيسان وهو واقف قدام واحدة من الأقفاص دي، وساعتها بيشوف الست العجوزة وهي شايلة جثة بنته وبتعيط. وفي اللحظة دي بيتعرف نيسان عليها وبيعتذر لها على موت بنتها، فبتنهار وقتها الست العجوزة وبتهجم عليه وبتحاول تقتله، ولكن نيسان بيقفل القفص عليها بسرعة قبل ما توصل له. وبيشوف وقتها لوكاس فيديوهات لجون وهو بيتكلم عن التجارب اللي هو بيعملها، وبيتكلم في الفيديو وبيقول ان التجارب دي هتتسبب في فقدان مؤقت للذاكرة، وبيبان في الفيديو انه بيعمل تجارب على براون ولوكاس. وفي نفس الوقت ده بيكون جون وشارون في طريقهم للبيت، وفجأة بتقع شجرة ضخمة قدامهم واللي بتسد الطريق عليهم، فبينزلوا علشان يشيلوها. وفي اللحظة دي بيشوفوا عدد كبير من الناس وهم بيقطعوا الشجر، وبمجرد ما بيشوفوا المجموعة دي جون بتتعصب وبيبدأوا إنهم يطاردوه، وبسرعة بيهرب جون هو وشارون منهم وبيرجعوا فورا على البيت. وهناك بيكون لوكاس في انتظارهم واللي بيرفع السلاح في وش جون، وبيدي لشارون الكاميرا علشان تشوف فيديوهات جون وهو بيعمل عليهم التجارب دي وكأنهم فيران تجارب. وبيحاول وقتها جون يدافع عن نفسه وبيقول لهم انه مش فاكر اي حاجه زيهم، وان ده معناه انه اتعمل عليه نفس التجربه زيهم، وان هو كان ضحيه لحاجه هم مش فاهمينها. ولكن لوكاس مش بيصدقه وبيكتفه وبيرميه في الحفره اللي هو صنعها من جثث الناس اللي ماتت بسبب تجاربه. وبعدها بيقعد لوكاس مع شارون وبراون وبيعرفهم انهم هيستخدموا واحده من العربيات اللي لقوها علشان يهربوا من المكان. واثناء كلامهم فجاه بيتحول لوكاس وبيهجم على براون وبيبدا انه يتحرش بيها، فبتتعصب شارون عليه وبتحاول تبعدها عنه، ولكن لوكاس بيضربها وبيرميها على الارض وبيبدا في مطارده براون اللي بتحاول انها تهرب منه باي طريقه، ولكنه بيقدر يمسكها من تاني وبيحاول انه يعتدي عليها، ولكن بتظهر شارون وبتهدده بالسلاح اللي معاها، فبيخاف لوكاس وبيهرب منهم. وبتروح بعدها براون لجون وبتساعده في الخروج من الحفرة، وساعتها بيقرر جون إنه يرجع للمبنى المهجور من تاني، وده علشان يعرف من الطفل اللي هناك أي حاجة عن نفسه، وده لأنه الشخص الوحيد اللي عارف هو مين وبيعمل إيه هنا. وبيطلب وقتها جون من براون إنها تروح للبيت وتستخبى هناك مع شارون لحد ما يرجع لهم. وبيوصل جون للمبنى المهجور ولكنه مش بيلاقي الطفل، وبيلاقي مجموعة من المجانين اللي بيحاولوا إنهم يطاردوه، فبيضطر إنه يقتل اتنين وده علشان يقدر يهرب منهم. وفي طريق رجوعه للبيت بيشوف عربية عاملة حادثة وبيلاقي جواها صندوق مليان بالعينات الطبية، وبمجرد ما بيمسك عينة منهم بترجع الذاكرة لجون للحظات، وبيفتكر إنه كان بيعمل تجارب هو ومجموعة من الدكاترة علشان يقدروا يلاقوا علاج لنوع من أنواع مرض
مرض الطاعون واللي بيأثر على المخ وبيبدأ إنه ياكل في خلاياه لحد ما بيتحول المصاب لشيء أشبه بالزومبي، وإنهم كانوا بيبعتوا نتائج التجارب دي باستمرار للجيش اللي بيمولهم. وفجأة بيجي لوكاس بعربيته وبيخبط في العربية اللي واقفة وبيكون باين عليه إنه بدأ يتحول لزومبي زي باقي المرضى، وبيحاول جوني إنه يتكلم معاه وبيفهمه إنهم دكاترة أبحاث وإنهم هنا علشان يعملوا تجارب، وبيطلب منه إنه يحاول يقاوم المرض لحد ما يلاقي له علاج. ولكن لوكاس بيهجم عليه وبيحاول إنه يخنقه، فبيضطر ساعتها جوني إنه يضربه بصخر على دماغه علشان يبعده عنه، فبيقع وقتها لوكاس على الأرض وبيموت. وفي اللحظة دي بيبدأ جون إنه يفتكر كل ذكرياته مع أصحابه نيسان ولوكاس وبراون ومايكل وحبيبته شارون، وبيعرف إنهم كانوا في رحلتهم اكتشاف علاج لمرض الطاعون اللي اتحول وقتها لجائحة عالمية ومات بسببها الملايين من البشر. وفي نفس الوقت بيستعيد نيسان ذكرياته وبيقابل شارون واللي بتكون هي كمان افتكرت كل حاجة. وفجأة بيهجم المرضى على البيت وبيحاول نيسان وشارون إنهم يدافعوا عن نفسهم، ولكن بعد دقايق بتوصل قوات من الجيش للمكان وبيبدأوا يقتلوا في كل المرضى. فبيفرح ساعتها نيسان وبيخرج وهو سعيد لأنه فاكر إنهم جايين ينقذوهم، ولكنهم بيقتلوه هو كمان مع باقي المرضى. وبيظهر وقتها إن قوات الجيش قررت إنها تخلص على أي شخص حي موجود في المكان حتى لو كان سليم وما اتصابش بالمرض، وده علشان يمنعوا المرض من الانتشار. وبيوصل جون لشارون واللي بتكون مستخبية في جنينة البيت وبتبقى خايفة إنها تتقتل، وبيحاول جون إنه يهرب بيها من الجنود، ولكن للأسف بتهجم عليهم واحدة من المرضى واللي بتطعن شارون، وبيقتل جون المريضة وبيحاول إنه ينقذ شارون حبيبته، ولكنه للأسف مش بيعرف وبتموت شارون في حضنه. وفي النهاية بنشوف براون بعد ما قدرت إنها توصل لجون وبتعرفوا إن قوات الجيش انسحبت وإنها مش هتستسلم قبل ما تلاقي حل أو علاج للمرض. وبيقرر وقتها جون إنه يساعدها علشان يبدأوا الاتنين رحلة جديدة لمحاربة الطاعون قبل ما يدمر العالم. الفيلم ده بصوت عبد الله طارق وكتب السكريبت حسين عصام. ما تنسوش تكتبوا لنا عن اللي فهمتوه من الفيلم ورأيكم في الكومنتات، وتتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك أو قناتنا على اليوتيوب، وتعملوا لي فولو بقى على الانستجرام علشان أنا فنان. يلا سلام.